بطلنا لقى نفسه فجأة متورط مع 99 شخص تاني في لعبة بقاء مرعبة اسمها لعبة المفلس. الجائزة كانت مغرية جدا، كانت مليون دولار للناجي، ولكن كان في شرط واحد، وهو انك لازم تعيش 7 ايام كاملة ومعاك 50 دولار بس. ساعتها بطلنا ادرك ان اي غلطة بسيطة ممكن تكلفه كل حاجة، ولكن اول لما قرأ القوانين اكتشف ان في ثغرة محدش واخد باله منها. بعدها النظام اعلن بداية اللعبة: مرحبا بكم ايها اللاعبين، عدد المشاركين 100 لاعب، الرصيد الابتدائي لكل لاعب 50 دولار، مهمتكم هي البقاء لمدة 7 ايام، الفائز هيحصل على مليون دولار. اما اي لاعب يصرف اكتر من رصيده او يموت او يحاول مغادرة منطقة اللعبة فهيتم استبعاده وهيبقى مديون بمليون دولار. بعد كده سألهم هل في حد عاوز ينسحب، ولكن بدل ما الناس تتردد اغلبهم اتحمس اكتر. واحد تخين كان واقف وسط الحشد قال بثقة: 50 دولار مش قليلين للدرجة دي، شوية اكل رخيص وتدبير كويس وهيكفوا الاسبوع كله، اللي هينسحب دلوقتي يبقى شخص اهبل. الكلام ده شجع الباقي ومحدش اختار ينسحب، وهنا النظام اعلن بداية المرحلة الاولى، مرحلة مطار البقاء. وفي ثانية واحدة نور ابيض غطى المكان كله، ولما اختفى بطلنا لقى نفسه واقف داخل مطار ضخم وحديث بشكل غير طبيعي. المكان كان واسع جدا لدرجة انه مش قادر يشوف نهايته، والناس كانت ماشية في كل اتجاه. مستحيل يعرف مين هو اللاعب الحقيقي ومين مجرد شخص موجود ضمن اللعبة. في نفس اللحظة ظهرت واجهة اللعبة قدامه، الرصيد الحالي 50 دولار، وتحته كان في 3 مؤشرات أساسية: الجوع والعطش والطاقة. ولحسن الحظ كانوا كلهم ممتلئين. أول حاجة فكر فيها كان معرفة أسعار الأكل والشرب، وعشان كده راح على أقرب متجر. لكن أول لما وصل ناحية التلاجات سمع واحد من اللاعبين بيصرخ من الصدمة: إزازة المية ب 15 دولار. بطلنا بدأ يبص على الأسعار بنفسه، وساعتها فهم حجم المصيبة. الكيكة ب 50 دولار، والسندوتش ب 40 دولار، والقطعة الواحدة من الخبز ب 10 دولار، وحتى أرخص بسكوت في المكان كان سعره 18 دولار. يعني لو قسم فلوسه على 7 أيام مش هيعرف يوفر حتى الحد الأدنى من احتياجاته. اللاعب التخين بص لبطلنا بإحباط وقال له: احنا انتهينا، ال 50 دولار دول ما يجيبوش غير كام إزازة مية، بالشكل ده في ناس كتير هتموت قبل ما الأسبوع يخلص. ولكن بطلنا ما كانش مستغرب، لأن النظام عمره ما يخلي الموضوع سهل بالشكل ده. في الوقت ده المتجر اتملى باللاعبين، وكل واحد فيهم بدأ يحسب ويقارن الأسعار وهو في حالة ذعر. فجأة اللاعب التخين شد بطلنا على جنبه وقال له: أنا اللاعب رقم 44 اسمه ود، تعال نكون فريق ولو حد ضايقك سيبه عليا. وبعدها استعرض كام حركة قتالية سريعة أثبت إنه بيعرف يدافع عن نفسه. لكن بطلنا رفض العرض مش لأنه شايفه ضعيف، لكن لأنه لسه ما يعرفش طبيعة اللعبة بالكامل، وأي تحالف بدري ممكن يكون عبء بعدين. وعشان كده خرج من المتجر لوحده. أول هدف كان واضح، وهو إنه لازم يلاقي مية مجانية. وبالفعل جنب الحمامات مباشرة لقى مبرد مية، وجنبه فكان في زجاجتين بلاستيك مرميين. غسلهم كويس وملاهم بالمية، وبكده حل أول مشكلة من غير ما يدفع دولار واحد. بعدها بدأ يدور على مصدر للطاقة، وساعتها لمح كافيه قريب، وعلى الطاولة الجانبية كان فيها أكياس سكر لأي زبون. وبالنسبة لبطلنا السكر كان أهم من أي حاجة تانية، لأنه يقدر يوفر دفعة طاقة سريعة وقت الحاجة. فمشي ناحية الطاولة بشكل طبيعي جدا وكأنه زبون عادي، وفي أقل من ثانيتين كان مخبي أكتر من 10 أكياس سكر في جيبه. بعدها راح لركن هادي بعيد عن الناس، فتح كيسين سكر وكلهم، وفي لحظات حس إن جسمه استعاد جزء من طاقته، وبكده ضمن مصدر طاقة مجاني هو كمان. 0 دولار للمية و0 دولار للطاقة. ولكن المشكلة الحقيقية لسه ما بدأتش، لأن تكييف المطار كان شغال بقوة مبالغ فيها، والمكان كله كان أشبه بثلاجة عملاقة، وكأن النظام كان عامل كده عن قصد، لأن كل ما درجة الحرارة تنخفض الجسم بيستهلك طاقة أكتر عشان يحافظ على حرارته. أما بطلنا فملابسه الخفيفة كانت هتخلي الوضع أصعب عليه مع مرور الوقت. وبعد فترة الجوع بدأ يزيد على بطلنا، ولما الساعة وصلت 8 بالليل راح ناحية مخبز في المطار. أول لما شاف الأسعار فهم إن في فرصة، التوست اللي كان ب 30 دولار نزل ل 15 دولار. ولكن بطلنا ما استعجلش، لأنه عارف إن كل ما وقت الإغلاق يقرب التخفيضات هتزيد أكتر، فقعد يراقب المكان من بعيد. وفجأة عشرات اللاعبين هجموا على المخبز دفعة واحدة، وخلال دقايق كان كل الأكل اختفى. اللي لحق يشتري كان فرحان كأنه كسب اللعبة، واللي اتأخر فضل واقف يبص للأرفف الفاضية بيأس. أما بطلنا فكان مركز على حاجة تانية خالص، رفع عينه لشاشات الرحلات الضخمة وبدأ يدور على الرحلات المتأخرة. ما كانش بيدور على أي رحلة، كان بيدور على الرحلات المتأخرة أكتر من 6 ساعات. وبعد دقايق وصل للبوابة 102، رحلة متأخرة 8 ساعات كاملة. المسافرين محاصرين موظفة الشركة من كل ناحية، واحد بيطالب بتعويض وواحدة بتشتكي إن طفلها جعان، وكل دقيقة الغضب بيزيد أكتر. في اللحظة دي بطلنا شاف إن دي فرصته، دخل وسط الزحمة وقال لهم: الصريخ ده هيخلي الطيارة تطير يعني؟ الجميع سكت وبصله، فكمل كلامه: دلوقتي أهم حاجة الأكل والراحة مش الخناق. بعدها سأل الموظفة الشركة موفرة وجبات وفنادق ولا لأ. الموظفة ردت بسرعة: أيوة موفرة، بس لازم كل واحد يطلع بطاقة السفر بنفسه. وهنا بطلنا اكتشف الثغرة اللي كان بيدور عليها من أول اللعبة. أول ما الأم سلمت بطاقة السفر الباقي عمل زيها،
وخلال ثواني بطلنا كان ماسك كوم البطاقات في ايده. استغل الفوضى دي فورا وخلى الموظفه تخلص الاجراءات بسرعه، وفي المقابل قدر يحصل على قسمتين اكل زياده من غير ما حد يحس. بعد ما وزع القسائم على اصحابها خبى غنيمته في جيبه واختفى من وسط الزحمه. ومن الواضح ان بطلنا بدا يفهم اللعبه، النجاه هنا مش للاقوى، النجاه للي يعرف يستغل كل ثغره قدامه. وهو ماشي قابل اللاعب وود مره تانية. الراجل كان معجب باللي شافه وحاول يضمه لفريقه، ولكن بطلنا رفض للمره التانية لانه لسه مش واثق في اي حد. بعدها استخدم قسيمه الاكل وانقذ نفسه من الجوع. لكن المشكله الحقيقيه كانت بدات دلوقتي. الساعه قربت من 11 بالليل، المحلات قفلت والمطار بقى شبه مدينه اشباح. ولان اداره المطار كانت متوقعه حركه زي دي، كانت كل الكراسي متصممه بطريقه تمنع اي حد من النوم عليها. واحد من اللاعبين حاول ينام على الارض، ولكن بعد دقيقتين بس الامن كان فوق دماغه، ولما تجاهل التحذير اتسحب بره المطار بالقوه. وبعدها على طول ظهر اشعار النظام، اللاعب رقم 13 تم اقصائه. هنا الكل فهم المصيبه، الامن مش مجرد شخصيات عاديه، دول جزء من اللعبه نفسها، واي غلطه بسيطه ممكن تنهي كل حاجه. ومع مرور الليل لاعبين اكتر وقعوا في نفس الفخ. اما بطلنا بقى فقرر يلعبها بذكاء، لف بطانيه قديمه حوالين جسمه ونام وهو قاعد. تاني يوم صحي على خبر صادم، كل اللي حصل ده كان يوم واحد بس. شرب شويه ميه واكل كيسين سكر وبدا يدور على فرصته الجديده. لكن قبل ما يتحرك واحد من اللاعبين كان سابق الكل للهاويه. الجوع كسره فخطف سندوتش من طفل صغير، وخلال ثواني الامن ظهر اتقبض عليه واتسحب بره المطار. والنظام اعلن ان اللاعب رقم 25 سرق احد الان بي سي وتم اقصائه. وبعد ما خرج من اللعبه الدين اللي بقى عليه هو $1,000,000. بطلنا فهم قاعده مهمه، في المطار ده مفيش حاجه اسمها تنبيه امن طالما مش بتكسر النظام بشكل مباشر. لكن الغريب ان اليوم ده كان مختلف لان ولا رحله واحده اتاخرت. ومن الواضح ان اللعبه عدلت الثغره اللي كان بطلنا بيستغلها. بقى بيقضي يومه عادي وسط المطار، بيدخل اي متجر يجرب عينيه ببلاش، بياكل ويخرج قبل ما حد يمسكه. وبكده عدى اليوم بالعافيه. وبالليل استخدم اخر قسيمه اكل ورفع مؤشر الجوع شويه، ولكن الطاقه كانت بدات تنهار. المره دي ما قعدش في مكان مكشوف، دخل ممر جانبي ضلمه وكان له اوضه خدمات قديمه شبه مخزن مهجور. بابها كان مكسور نص فتحه ودي كانت الكنز بالنسبه له. بس اول لما دخل وحاول يقفل الباب، دخل شاب طويل ومعاه 2 تبعه وقال له اطلع بره، المكان ده بتاعنا. بطلنا قبل ما يفكر حتى يقاوم، خصمه سحب سكينه وقال له هات اللي معاك او هتموت حالا. في ثواني بطلنا حسبها، لو قاومهم بيساوي هيموت، ولو اتسرق برضه احتمال موت بالنظام. بعدها رفع ايده وقال له تمام خلينا نحلها بدون مشاكل. على طول حول لهم الفلوس اللي معاه وانتقلت ليهم. اترمى بره الاوضه وهو خارج سمعهم بيضحكوا. ما هي بسيطه هي يا جدعان، السرقه من اللاعبين مش بتتسجل على النظام. هنا بطلنا وقف للحظه وبدا يفكر، سرقه ان بي سي بيساوي عقاب، اما سرقه لاعب فمسموع عادي. من العبقري اللي فهم اللعبه كده. وفي نفس اللحظه بقى مفلس رسميا. لكن فجاه ظهر اشعار على الشاشه العامه، عرض خاص مخبز المستوى 3 خصم 50%. بطلنا وقتها حس ان في حاجه غلط، مشي ورا العصابه لحد ما شافهم داخلين سوبر ماركت وبيصرفوا الفلوس المسروقه عادي جدا. وبمجرد الدفع النظام اشتغل فورا، تم اقصاء اللاعب 5 واللاعب 49 واللاعب 61. السبب تجاوز حد الانفاق. في لحظه واحده اجسامهم اختفت من المكان واكياس الاكل سقطت على الارض. بطلنا جري فورا وجمع كل حاجه بسرعه، وفي دماغه الصوره بدات تكتمل. المشكله مش في السرقه، المشكله في مصدر الفلوس. لو فلوسك الاصليه 50، اي زياده جايه من لاعب تاني بيساوي فخ. ومع الايام الجايه اسرائيل الحقيقي مش هيبقى على الفلوس، هيبقى على الاكل نفسه. بطلنا قرر يخبي المؤن كويس جدا. مع الكميه اللي معاه كان متاكد انه يقدر يكمل لحد اخر اللعبه. قسم الاكل على 5 اماكن مختلفه كل مكان ليوم من الايام الجايه. وبعد ما خلص طاقته كانت على الحافه تماما، فنام تاني في كرسي داخل المطار لحد ما اليوم التالت بدا. فجاه في صوت كحه هز هدوء المكان كله. اللي كانت بتكح هي لاعبه 47 مرميه على كرسي معدني، جسمها بيترعش من البرد والسخونيه مع بعض وكانها على وشك انها تنهار تماما. البنت بصت لحبيبها وقالت له انا بردانه مش قادره استحمل، ولكنه رد عليها وقال لها ما تقربيش مني. وفجاه انذار ظهر في كل المطار، افراد عزل صحي ببدلات بيضاء ظهروا بسرعه وشالوا اللاعبه 47 بالقوه. الاطباء سحبوها وسط صرختها واختفوا في الممر. وبعد ثواني النظام اعلن ان اللاعبه 47 تمت ازالتها بسبب خطر صحي، وبعده على طول اللاعب 87 تمت ازالته لنفس السبب. الكل اتجمد والهمس بدا ينتشر، هو اللي بيكح بيطرد، طب والبرد، طب اللي عنده برد خفيف. الخوف بقى اكبر من الجوع نفسه، اي عرض مرض بسيط كان ممكن يخرجك من اللعبه فورا. وفي اللحظه دي بطلنا فهم قاعده جديده خطيره جدا، في اللعبه دي حتى جسمك ممكن يقتلك. في اليوم الرابع اللعبه بدات تكشف وشها الحقيقي، المطار بقى ابرد من الايام اللي فاتت كانه صندوق ثلاجه ضخم، واللاعبين اللي كانوا لسه صامدين بداوا واحد ورا التاني ينهاروا من الجوع والبرد. بطلنا على طول ما بيضيعش وقت وبيبدا يومه بيدورونه على مخابئ الاكل اللي كان مجهزها من قبل كده، وكان واثق انها تنقذه لاخر اللعبه.
لكن اول صدمه بتجيله لما بيلاقي اول مكان فاضي تماما مفيش اي اثر حتى الورقه. قلبه بيقع في لحظتها بس ما بيديش لنفسه فرصه يفكر كتير، وبيجري على طول على باقي الاماكن واحد ورا التاني وكله فاضي. كل اللي كان مخبيه اتمسح كانه ما كانش موجود اصلا. اللحظه دي بتخليه يفهم ان في حد مركز معاه وبيتحرك قبله بخطوه طول الوقت. مع الوقت الاوضاع بتسوء اكتر، حتى مصادر الاكل بسيطه اختفت ومخازن العينات اتقفلت والزباله بقت ساحه حرب بين اللاعبين. الجوع بقى خانق لدرجه ان اي حد بيتاخر ثواني عن مكان الاكل بيتشال من اللعبه، لحد ما بيلاقي نفسه مضطر يدخل منطقه الاغنياء في المطار، وهو عارف انه لو اتكشف هناك هيطرد فورا. بيجمع شويه حاجات شكلها غالي من المهملات وبيحطها معاه كانها دليل انه مش لاعب فقير، وبخطوه محسوبه بيدخل مطعم فخم جوه المطار. اول لما بيدخل الجو بيتغير تماما، مكان دافي وريحه اكل واحساس كأن اللعبه وقفت للحظه. بذكاء بيحط الشنطه اللي معاه بشكل يخلي اي حد يشوفه ويفتكر انه شخص مهم. الموظفه بتتعامل معاه باحترام وبتوديه طاوله هاديه كانه بالظبط زبون في بي. على طول ما بيضيعش الفرصه وبيكمل لعبته التانيه، لعبه الخداع والمظهر. بيفتح موبايله وبيتصل برقم وهمي وبيمثل انه مستني حد مهم وان حياته الشخصيه في ازمه. المشهد كله بيتحول بسرعه من لاعب جعان بيحاول يعيش لشخص الناس بتتعامل معاه كانه غني ومؤثر. وفي وسط الاهتمام ده بيبدا ياخد اول نفس هادي من ايام اللعبه، بس هو عارف كويس ان ده مجرد هدنه صغيره وان اللعبه الحقيقيه لسه مستمره بره المطعم، ابرد واخطر من اي وقت فات. بعد الليله الطويله في المطعم لين بيستغل الموقف باقصى درجه، دموع مصطنعه وعلاقات حب وهميه وانهيار عاطفي محسوب يخلي الموظفه تفتكر انه ضحيه حب مكسوره. ومع كل تصرف بيكسب اكتر، اكل مجاني وراحه مؤقته، بياكل بحذر شديد كانه لسه تحت المراقبه، وبيتابع كل حركه حواليه عشان ما يقعش في اي شك. الضغط النفسي في اللعبه بيخليه يلعب على كل الاطراف، مره حزين ومره منهار ومره بيبان كانه خلاص على اخره، بس في الحقيقه هو بيجمع طاقته للخطوه الجايه. في نص الليل بيستغل الهدوء وبينام على الكنبه داخل المطعم بعد ما ضمن انه مش هيطرد، وبيحط منبهه على وقت محدد عشان ما يفوتش اي حدث مهم في اللعبه. الصبح بيصحى وهو حاسس ان ده اول يوم فعلي يقدر يتحرك فيه كويس من غير ما يكون منهك تماما. الاكل المجاني والراحه رجعوا له طاقته بالكامل، لكن اول لما بيخرج بيقابل ويد والمجموعه بتاعته، والصدمه الكبيره انهم بقى فريق ضخم ومعاهم اكل موزع على الناس. مجرد ما عينه بتقع على اكياس الاكل بيتجمد مكانه، العلامه اللي كان حاططها على اكياس البسكوت موجوده زي ما هي، ومفيش شك ان دي نفس الامدادات اللي كان فاكر انه فقدها. واجه ويد بثقه وغضب واتهم ان هو اللي سرق مخزونه، ولكن ويد رد عليه بهدوء مستفز وكانه كان مستني اللحظه دي من بدري، وبيحاول يقلب الموضوع لصالحه وبيعرض عليه ينضم لفريقه بدل ما يقف لوحده في لعبه بتاكل الضعيف. المواجهه دي بتفتح باب جديد في اللعبه، مش بس صراع بقاء لكن صراع تحالف وخيانه، وكل طرف بدا يكشف اوراقه الحقيقيه. بعد ما ويد طرد لين وخلى فريقه ياخدوا منه الميه والاكل، بدا يفهم ان اللعبه دي اخطر بكتير من مجرد جوع وعطش. دي بقت حرب على اي مورد بسيط خصوصا الميه. ولكن بدل ما لين يهرب او ينهار بيجري بسرعه ناحيه فكره جديده، منطقه التخلص من السوائل في المطار. الفكره دي بتخطر على باله لما بيفتكر ان اي زجاجات ميه او مشروبات غير مسموحه تدخل المطار بتتسحب عند التفتيش وبتترمي في صناديق مخصصه. بيوصل لهناك وبيلاقي صناديق شفافه مليانه زجاجات ميه ومشروبات نص مستخدمه وحتى في جديد تقريبا، بس المشكله ان المكان متراقب واي محاوله سرقه معناها طرد فوري من اللعبه. فبدا يلعب لعبته المعتاده، اقناع وتمثيل. بيدخل بشكل مرتبك كانه فقد حاجه غاليه جدا، وبيدعي انه ضيع ذكرى عائليه في المكان. بكلام متوتر ودموع مصطنعه بيقنع موظف الامن انه يدور بسرعه قبل ما الوقت يضيع، وفعلا بيسمح له بالدخول للمنطقه لحظات، وفي ثانيه واحده بيحول الموقف كله لصالحه. بيفتح الصناديق بهدوء وبيلم اكبر كميه يقدر عليها من الميه من غير ما يلفت الانتباه، وبيخرج كانه لسه بيدور على حاجه ضاعت. بعدها على طول بيهرب لمكان هادي وبيبدا يعيد ترتيب غنيمته الجديده، وهو عارف ان اللي عمله ده ممكن يكون اخطر خطوه في اللعبه لحد دلوقتي، لان اي لاعب لو عرف هيبقى هدف مباشر. ليه ما وقفش لحظه بعد ما جمع كميه الميه؟ بدل ما يستهلكها او يفرح بيها بدا يتحرك بخطه واضحه. بيتسلق بسرعه داخل الحمام وبيرفع لوحه السقف، وبيخبي جزء من الميه فوق السقف في مكان مخفي صعب حد يوصل له. بعدها بيسيب المكان وبيدور على زاويه تانية في المطار يخبي فيها الباقي، كانه بيقسم ثروته على مراحل البقاء الجايه. وبنفس الاسلوب بيروح لمنطقه تانية في المطار، نقطه تفتيش السفر الدولي، وبيعيد نفس الفكره، جمع سريع زائد اخفاء ذكي في اماكن محدش يفكر يفتش فيها. هو عارف كويس ان ده مش طمع وانما اعداد لمعركه طويله. ومع دخول اليوم الخامس عدد اللاعبين بيقل بسرعه، ما بقاش غير 67 لاعب بس، وفريق ويد لوحده مسيطر تقريبا على ربع العدد. ماشيين في المطار زي كوب القهر، بياخدوا اي اكل او ميه من اي حد ومن غير اي رحمه. اي حد بيعترض بيتضرب وبتسحب منه كل حاجه. النظام الامني نفسه بيقف متفرج كأن مفيش حاجه بتحصل. وسط الفوضى دي فجاه واحد بينهار من نقص الطاقه وبيقع على الارض من غير اي حركه. بعد لحظات بسيطه بيتم سحبه من خلال المسعفين والموضوع بيخلص في ثواني. بعدها النظام اعلن ان تم استبعاد لاعب بسبب نفاذ الطاقه. المشهد كله بيخلي الجو اتقل، واضح ان اللعبه بتسرع الموت بشكل مرعب. لين بيراقب كل ده هو عمال يفكر المواجهه مع ويد مش هتنفع لوحدها ولازم تحالف. ووسط الزحمه عينيه بتبدا تلقط وجوه معينه شافها قبل كده، مجموعه صغيره
صغيره من اللاعبين شكلهم مختلف عن الباقي، مش تابعين لحد وبيفكروا بطريقه اقرب للنجاه الذكيه مش الفوضى. لين بيقنع فريق دايمون انه ينضم ليهم مقابل انه يضمن لهم مصدر ميه ثابت يكفيهم لاخر اللعبه. الفريق بيوافق ولكن بحذر، لان كل واحد في المكان ده بقى بيحسبها بالورقه والقلم ومفيش ثقه كامله ما بين اي حد. ومع بدايه اليوم السادس النظام اعلن ان اسلوب اللعب اتغير، دلوقتي اي لاعب احصائياته اقل من 20 هيتشال فورا، وكمان هتظهر 3 صناديق امدادات في اماكن عشوائيه فيها اكل وميه ودواء. الخبر ده قلب المطار كله الجحيم، كل الناس عارفه ان الصناديق دي هي طوق النجاه الوحيد وفي نفس الوقت فخ موت. فريق ويب بيتحرك وهو معاه اغلب اللاعبين وبيستعدوا يسيطروا على اول صندوق. دايما بيجهز نفسه للهجوم ولكن لين بيوقفوا فجاه وبيقولوا ان المكان ده غالبا فخ مش فرصه. المخازن دي غرفه موظفين في المطار، وده معناه ان النظام مش هيعدها ببساطه، اي حد هيدخل الاول غالبا هيتشال من اللعبه. لين بيبدا يفكر بعقليه مختلفه، مش الهدف انك تروح للصندوق، الهدف انك تخلي غيرك يقع في الفخ الاول. بيكتشف ان فريق ويد مش داخل يهاجم غرفه الامدادات، لكن عامل خطه حصار كامله حوالين كل المداخل، يعني بيمنع اي حد يوصل للصندوق من الاساس من غير ما يلمسه هو. وفي نفس الوقت اي لاعبين منفردين حالتهم صعبه بيتحولوا لاهداف اللعبه، اي حركه غلط منهم ممكن تجرهم للاستبعاد فورا. لين بيختفي مع فريقه وبيفهم ان مفتاح غرفه الامدادات موجود في خزينه طوارئ جنب المكان نفسه. واحد من اللاعبين المنفردين بيسمع الكلام ده وبيهجم بجنون على الخزانه، ولكن بيكتشف انها فخ. اول ما الخزانه بتتفتح الانذار بيشتغل في المكان كله، ودفعه من قوات الامن الخاصه بتدخل وبتكسر كل حاجه في المنطقه بدون تمييز. اللي فتح الخزانه وفريق ويد نفسه بيتسحبوا بره اللعبه في لحظات، وده خسره عدد كبير من فريقه. بعدها الكل بينصدم ان الصندوق لسه زي ما هو ما اتاخدش. بعدها على طول الصندوق التاني ظهر ولكن في مكان اصعب، صاله كبار الزوار VIP. الوصول ليه مستحيل تقريبا لان المدخل متامن من فريق ويد نفسه. وهنا لين ماشي بخطه مختلفه تماما، مش هيكسر الحمايه وانما هيخلي النظام نفسه يفتح له. بيروح لقسم المفقودات وبيبلغ انه فقد موبايل وكارت VIP، فمن خلال مراقبته للمطار قبل كده كان عارف ان اي حد بيدخل صاله VIP كان لازم أن يكون معاه كارت اسود. وبذكاء بيستغل النظام وبيسترجع موبايله، وبحركه ذكيه بيصور كارت VIP بعد ما بيثبت ملكيته بشكل رسمي. وبكده بدل ما يدخل بالقوه زي الباقي يبقى معاه دخول قانوني للصاله من جوه النظام نفسه. بعدها بيخرج من صاله VIP ومعاه صندوق الامدادات واللي بيبقى مليان اكل وميه تكفي الفريق كله اليوم كامل. والاول مره الفريق كله بيقدر يعيد ملء الطاقه وبيستعيد نفسه قبل المرحله النهائيه. في نفس الوقت ويد بيسيب فكره الصندوق الثالث وبيجري هو فريقه ناحيه المعلومات المفتوحه، وده بيحول المكان كله لمعركه مباشره وصدام دموي بين كل الفرق الباقيه. وسط الفوضى فريق لين بيقرر يبعد وما يدخلش في القتال المباشر ويكتفي باعاده التموين ومراقبه الوضع من بعيد. مع اقتراب الساعه 12 النظام اعلن بدايه التصفيه النهائيه، كل لاعب احصائياته اقل من 20 هيتم حذفهم فورا. ولكن الصدمه ان بسبب قله الامدادات وتوزيعها العشوائي عدد كبير من اللاعبين بيتساقط مره واحده لحد ما بيبقاش غير 13 لاعب بس على قيد الحياه. وفي اللحظه دي الجو بيتغير تماما، ويد من بعيد بيبص للفريقين وبيقرر يقلب المعادله، بدل ما يقاتلوا بعض بيتجه هو فرقته ال 13 لاعب ضد فريق لين السبع لعيبه عشان يخلصوا عليهم الاول ويضمنوا تقسيم الفلوس بامان. ولكن دايمون من فريق لين بيقرا الخطه فورا وبيفهم ان ويد مش هيستنى خيانه، هو ناوي يمسحهم الاول. التوتر بيوصل لاقصى درجه، 13 لاعب ضد 7 لعيبه، وبكده اللعبه دخلت مرحله الحرب النهائيه. مع دقات منتصف الليل النظام بيطلق المرحله الاخيره من اللعبه، اضاءه المطار بتتحول للون الاحمر والوقت بيظهر على الشاشه، عد تنازلي 24 ساعه للبقاء. وفي لحظه واحده كل الان بي سي والموظفين بيختفوا كانهم ما كانوش موجودين اصلا، والمكان كله بيتحول لساحه قتال مقفوله على 20 لاعب بس. لين وفريقه بيدخلوا المصعد وبيقفلوا في وش ويد في اخر لحظه وبيهبطوا للجراج تحت الارض. هناك المكان كان مظلم ورطب ومليان عربيات واقفه وكل واحد فيهم جري يستخبى، ولكن اللعبه ما كانتش هاديه خالص. خلال ثواني اصوات ضرب وقتال وصراخات بدات تنتشر في كل مكان، والنظام بدا يعلن عن اول حالات الاقصاء. وبعدها الكارثه الحقيقيه بتحصل، رساله غامضه بتظهر على النظام وبتقول ان ويد هو بطل نسخه سابقه من اللعبه وان جوائزه وصلت ل 200 مليون دولار، وده بيخلي كل اللاعبين تقلب ضد بعض في لحظه واحده. المنطق بينهار تماما وكل واحد بدا يشوف التاني كجايزه مش انسان. التحالفات بتتفك والقتال بيتحول لفوضى كامله. لين بيستغل الفوضى وبيختفي داخل عربيه وهو بيسمع صراخ وضرب حواليه لحد ما المكان بيهدى. وفجاه دايمون بيظهر وهو ماسك ويد مربوط وبيقول له ان خلاص مسكه وان الوقت جه عشان يقسموا ال 200 مليون. لين بيحاول يفضل متخفي ولكن باب الشنطه الخلفيه بيتفتح، دايمون بيبص له ويقول له لقيتك، اللعبه خلصت. وهنا الخطر الحقيقي بيبدا دلوقتي، مش من ويد ولكن من اقرب حد كان المفروض يكون حليف. دايمون سحب لين من الشنطه وهو بيضحك، وهنا لين فهم الحقيقه كلها، ويد ودايمون ما كانوش اعداء اصلا، الاتنين كانوا متفقين من اول اللعبه. ويد يجمع فريق كبير ودايمون يعمل نفسه ضده، وفي الاخر الفريقين يخلصوا على باقي اللاعبين وما يفضلش غيرهم. ويد افتكر ان الخطه نجحت وقال لدايمون يفكه، لكن دايمون كان ناوي ياخد الفلوس كلها لنفسه ومن غير تردد خلص على ويد. وساعتها النظام كشف ان ويد كان بطل سابق ومعاه 200 مليون دولار، ولكن قبل ما يفرح لين رشح
حاجه في وشه وجرى على العربيه، ولحسن حظه كان المفتاح لسه فيها. دايمون هجم عليه وهو ماسك السكينه، ولكن لين شغل العربيه في اخر لحظه وخبط دايمون بكل قوته، وحتى بعد ما وقع على الارض رجع داس عليه من تاني. وبعدها النظام اعلن نهايته، والمفاجاه ان دايمون هو كمان كان بطل سابق ومعاه 200 مليون دولار، وكلهم دلوقتي اتحولوا لحساب لين. وفي النهايه النظام اعلن فوز لين باجمالي 500 مليون دولار. ولكن الصدمه الحقيقيه كانت بعد الفوز. النظام قال له انه بقى غني فعلا، بس الابطال ممنوعين يخرجوا من اللعبه، ولو حاول يهرب هيبقى مديون بكل الفلوس اللي يكسبها. والاسوأ من كده اول لما النور اختفى لقى نفسه قدام 100 لاعب جديد، والنظام بدأ جوله جديده من الاول. 100 لاعب ورصيد البدايه 50 دولار. الهدف النجاه لمده 7 ايام، والفائز هيحصل على 100 مليون دولار. في اللحظه دي قلب لين وقع، لان دي نفس الكلمات ونفس البدايه ونفس اللعبه اللي المفروض انه خلصها. بعد ما كسب 500 مليون ووصل للنهايه اكتشف الحاله المرعبه، اللعبه ما خلصتش اصلا. الابطال ممنوعين يخرجوا من اللعبه، وكل ما يكسبوا جوله هيتسحبوا لجوله جديده مع 100 لاعب. يعني بدل ما كانت معركه واحده للبقاء بقت حلقه جحيم ملهاش نهايه. ولين الفايز الوحيد بالجوله السابقه بقى داخل الجوله الجديده، وهو الوحيد اللي عارف قد ايه الكابوس ده مرعب فعلا.